ازيكم عاملين ايه؟ السامسونج جالاكسي اي 23 وواحد من افضل الموبايلات اللي انتجتها سامسونج في فئه ال 5000 جنيه في 2022. الموبايل ده الحقيقه عليه كلام كتير جدا وفي ناس كتير جدا بتقبل على شرائه بحكم انه موبايل من شركه سامسونج، وكمان في الفئه اللي نزل فيها ان هو 5000 جنيه وال 4000 و6000. الفئه دي بتكون اكتر فئه مطلوبه في مصر. ومن فتره كده انا كنت نزلت مراجعه تفصيليه للجهاز ده، ولكن دلوقتي وزي ما وعدتكم ان انا هنزل فيديو للعيوب فقط، فيديو بقى بدون تحيز بدون اي حاجه، شامل العيوب الخاصه بالموبايل ده. فلو انت بتدور على مراجعه تفصيليه، تجربه العاب، تجربه كاميرات، الخ 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 الكلام ده كله، هسيبه لك في الايه اللي هتظهر فوق دلوقتي دي، وهسيبه لك في اول تعليق مثبت تحت وفي وصف الفيديو ده، تروح تشوفه وتعرف فيه كل حاجه عن الموبايل. ولكن الفيديو ده خاص بس بالعيوب، وهقول لك في نهايه الفيديو برده من الاخر تشتري الموبايل ده ولا لا. وخلوني ما ارغيش كتير في مقدمه الفيديو ده ونخش على طول في الفيديو. بس في بدايه الفيديو ما تنساش اللايك بتاعك الجميل وتشترك في القناه لو انت مش مشترك عشان يوصلك كل جديد اول باول. انا عمر من قناه اوبي تك، ويلا بينا على اسوأ عيوب واجهتني في استخدام الجالاكسي اي 23. يلا بينا. طيب مبدئيا كده، الموبايل الصغنون الكيوت ده بلون بينك ده فيه اكتر من 6 عيوب قرفوني وانا بستخدمه. عيوب الصراحه يعني بص هقولها لك دلوقتي. اول عيب حقيقي في الموبايل ده هو السوفت وير والسلاسه في الموبايل ده. بالرغم ان شاشه الموبايل ده 90 هرتز او بريفريش ريت 90 هرتز مع معالج من شركه كوالكوم ولا سناب دراجون 680، واللي بالمناسبه ده نفس المعالج الموجود في الريدمي نوت 11 بتاع شاومي. فدي كلها مواصفات وحاجات تخلي الموبايل على الاقل في التصفح والتنقل والمهام اليوميه، ان انا اروح الفيس الانستجرام الكلام ده كله، الموضوع يكون سلس معايا وبسيط وسهل. وكمان سوفت وير سامسونج المعروف ان هو سوفت وير شيك كده والدنيا رايقه، ما فيهوش باجز او حاجات تهنك كتير، الا ان لا، الحقيقه غير كده خالص. الموبايل قرفني في نقطه السلاسه. الموبايل رخم وانا بتنقل من الفيس للانستجرام، من الانستجرام مش عارف للواتس للعبه، رخم وتقيل تقيل تقيل تقيل. يعني انت ما تفهمش ايه السبب، لا المعالج ضعيف ولا السوفت وير مثلا من شركه تحت السلم مليانه عيوب، ولا برضه ان الريفريش ريت الشاشه مثلا 60 هرتز، مع ان 60 هرتز عادي يعني مش حاجه عار، ولكن هنا معاك 90 هرتز فالمفروض اشوف سلاسه اكتر من الموبايلات الثانيه، ولكن مفيش. حاولت بشتى الطرق الغي الانيميشنز اللي في السوفت وير، طب اقلل الانيميشنز حتى ما الغيهاش خالص، مفيش، مش عايز يستجيب خالص. وانا جوه الفيس مثلا وبسكرول او بتصفح كده عشان اطلع من الفيس، يعني الموضوع صعب، الموضوع رخم وتقيل وما تفهمش ايه سببه اصلا. لو جالي مكالمه مثلا وعايز ارد عليها برضو الموضوع بطيء، مش بسرعه برد على المكالمه، لا لازم كده فاهم ضغطتين 3 كده على ما الموبايل يبتدي يستوعب انا بعمل ايه وانا مين. فالصراحه ده عيب رخم قوي لاي حد بيفكر يشتري الموبايل ده. ما اعرفش هل ممكن ينزل مثلا ابديت للسوفت وير او تحديث يحسن من الموضوع ده، انا ما اعرفش، انا ما عنديش المعرفه بده، المفروض شركه سامسونج هي اللي تتكلم عن الموضوع ده، ولكن ما حدش اتكلم. وتقريبا العيب ده مفيش مراجع ومفيش حد على اليوتيوب اصلا ذكر العيب ده، معرفش ازاي، مع انه عيب اساسي في استخدام الموبايل، ولكن ما علينا ملناش دعوه بغيره. تاني عيب رخم جدا 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 وبرضه ملوش اي علاقه باي حاجه، هو سوفت وير بتاع الكاميرا. سوفت وير الكاميرا في الموبايل ده ما تفهمش بيهنج ليه. يعني انا دلوقتي موبايل ولسه فاتحك من العلبه وبقالكش يومين 3 معايا، ليه افتح برنامج الكاميرا واجي ادوس على الزرار اللي هو بتاع الشاتر اللي هو بيلقط الصوره، ليه الصوره ما تتصورش؟ يعني حد كده يقول لي مثلا على سبب ان الصوره ما تطلعش، يعني ليه اقعد ادوس مره واثنين وثلاثه وساعات 4 عشان يصور صوره، وبعد ما يصور صوره اكن عارف انت استنى بقى اما انام لي شويه كده ما تبقى فاهم، ما تزاولنيش الموبايل اكيد شويه يطلع يشتمني، ده صوره. امال لو مثلا بقى ايه شغال بلعب العاب وبصور فيديوهات هيعمل ايه؟ في حاجه غريبه قوي قوي، حوار السوفت وير او برنامج الكاميرا الاساسي اللي جاي مع الموبايل ده تقيل بشكل غريب. فاتمنى ابديت برضو يحل الموضوع ده، يا اما الموضوع هيبقى رخم. يعني بص ربنا يكون في عون اللي هيكون معاهم الموبايل ده لو عندهم العيب اللي زي اللي عندي ده. ثالث عيب، وده عيب رخم ولكنه للاسف منتشر تقريبا في كل الشركات دلوقتي، ما عندكش في الموبايل ده سنسور مكالمات حقيقي. هنا الموضوع البروكسيميتي سنسور او سنسور التقارب، عارف انت لما تبقى بتتكلم مثلا في مكالمه الشاشه بتكون منوره عادي كده زي كده مثلا، المفروض لما بتقرب ودنك الشاشه بتطفي، ده السنسور الطبيعي اللي متعودين عليه طول عمرنا، ولكن للاسف في الموبايل ده مفيش سنسور مكالمات حقيقي. فانت ممكن تقرب ودنك وانت بتتكلم الشاشه ما تطفيش، تفضل برده منوره زي كده مثلا عادي، تفضل منوره. ممكن انت بقى وشك يخبط على الزرار اللي هو الاحمر بتاع ان هو ينهي المكالمه، ممكن تلاقي خدك عمل ميوت للمكالمه وهي شغاله، توقع بقى الحاجات الغريبه دي. فعيب الصراحه ما كنتش اتمنى انه يكون موجود في موبايل سامسونج، كان نفسي موبايل سامسونج يعني يتفوق بقى على الشركات الثانيه في الحاجات دي، حط لي سنسور مكالمات حقيقي، الكلام ده شاشه اموليد رجعها لي بدل ما تنزل لي الاي بي اس، مع ان سامسونج بس ما علينا من عيب الشاشه ده عشان مش عايز اذكره دلوقتي. رابع عيب في الموبايل ده هو الصوت هنا او السماعات مونو سبيكرز مش ستيريو سبيكرز. طب وده وحش في ايه؟ بص ككواليتي الصوت انا ما اشتكيتش منه او ما حسيتش ان انا ناقصني سماعات ستيريو، مش اللي هو لا انا مش عارف اسمع الصوت واطي، لا الصوت كويس
مش اعلى حاجه في العالم، اكيد السماعات الاستيريو اللي هي الصوت بيطلع لك من تحت ومن فوق اعلى منه، ولكن هنا الصوت بيطلع من ناحيه واحده بس. فانا المشكله اللي كانت بتواجهني ان انا مثلا وانا بلعب لعبه، بتفرج على فيديو، بتفرج على فيلم، قاعد على اليوتيوب من غير قصد، انا بمسك الموبايل كده زي الناس كلها بمسكه كده عادي، بمسك بتفرج على حاجه، ايدي بقى الصبع ده دايما بيجي على سماعه المكالمات، السماعه محطوطه في حته تحس متسنطره على الصبع، اللي هو انا ما باخدش بالي، بعمل كده خلاص انا مش سامع. فلازم بقى ايه تركز في النقطه دي، ان انت لما تيجي تتفرج على حاجه تعمل كده تقلب عشان ايدك بص لما تخبط هنا ما يبقاش في حاجه، وتسند بقى على الجزء ده عادي، الصوت يبقى طالع من هنا مفيش مشكله. ولكن المشكله لو انا بنسى اتفرج من الجزء ده اللي هو الطبيعي اللي كنا بنعمله، بحيث ايدك تبقى تحت الكاميرات اصلا، فصبعي بيكتم السماعات. فكنت اتمنى سماعات ستيريو بحيث لما صبعي يجي بالغلط مثلا على سماعه التانية تكون بتطلع لي الصوت عادي يعني. خامسا الظهر الشيك الجميل اللذيذ ده اللي مديك ايحاء انه زجاجي بيتزحلق بغباء. يعني ده عيب مش عيب قاتل في الموبايل، ولكن لازم تخلي بالك منه ان الظهر هنا بيتزحلق، فانت مش تمشيش بالموبايل ده او تحطه في جيبك من غير جراب. لازم اول ما تشتريه كده، نصيحه مني، لان الشركه مش حاطه في العلبه للاسف ولا سكرينه ولا جراب، فممكن ببساطه الموبايل يعني انا كان بيبقى في جيبي، كان دايما ممكن انا احرك رجلي او كده بحسه هيطلع من جيبي يطير، اكنك بص حاطط في جيبك صابونه. فنصيحه لو انت هتشتري الموبايل ده تجيب له على طول تروح تجيب له جراب وتركب له سكرينه، لان مفيش سكرينه معاه. سادس عيب، وده العيب اللي ظهر من ساعه ما فتحت الموبايل من العلبه لحد دلوقتي، وهي البصمه يعني اقل ما يقال عنها او الكلمه اللي توصف اللي هي فيه تنحى. البصمه تنحى بطريقه، بص انا مش هتكلم كتير، بص انت بص كده هيفتح عادي، بص اقفل هيفتح، مش هيفتح كده هيفتح. اوقات تفتح بضغطتين واوقات بضغطه واحده. اللي انا لاحظته ان انت لما بتمسك الموبايل وترفعه مثلا لفوق او تهزه وتلمس بتفتح على طول، ولكن لما بتكون الموبايل في مكانه بص ما بيفتحش، لازم ايه زي هزه كده او الموبايل يبتدي يحس ان انت رفعت الموبايل او مسكته، ساعتها البصمه تشتغل. يعني انا لما كنت بطلع الموبايل مثلا من جيبي وادوس على الزرار كانت بتفتح على طول عادي، ولكن لو الموبايل مثلا في ايدي كده وانا سرحت مثلا بكلم حد حاجه ادوس تاني مش هيفتح، لازم بقى ساعتها تدوس ضغطتين او تلمس لمستين او تريح دماغك وتدوس كده ايه دوسه طويله على زر الباور هتفتح على طول. ان البصمه تحس على طول اول ما صبعي يلمسها دي هنا متاخره شويه، والواحد يعني ياما جرب موبايلات البصمه بتاعتها مدمجه في زرار الباور، فكنت بلمس بس على طول الزرار البصمه بتفتح، ما كانتش محتاجه ان انا احرك الموبايل او اهزه، الموضوع ده ما كانش موجود غير في الموبايل ده. طيب دول كانوا اهم 6 عيوب قرفوني انا شخصيا وانا بستخدم الموبايل ده. طيب احنا بقى نشتري الموبايل ده ولا لا؟ بص ده اللي هقول لك عليه دلوقتي، وختام الفيديو كده ندردش مع بعض عن الموبايل ده، ومن الاخر الخلاصه هل العيوب دي كافيه او كفيله انها تخليك تبعد عن الموبايل ده وتروح لموبايل تاني ولا لا؟ تعالوا نعم. طيب بصوا الكلمه اللي قلتها قبل كده وهكررها تاني، لو انت بتدور على موبايل للتصوير، بتدور على افضل كاميرا موجوده في الفئه المتوسطه، فهقول لك على طول روح بدون تردد للموبايل ده. الموبايل ده هتاخد منه احسن معالجه تصوير، احسن معالجه فيديو، عندك OIS مثبت بصري لتصوير الفيديوهات او الصور الثابته لو انت ايدك بتتحرك او حاجه، ده هيساعدك جدا جدا في التصوير، فبصراحه ده افضل كاميرا. تاني حاجه او تاني ميزه في الموبايل ده هي تجربه الالعاب، الموبايل ده بيقدم تجربه العاب ممتازه وكانت مستقره وسلسه جدا 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 وما واجهنيش فيها اي مشكله. تالت ميزه بطاريه كبيره، تصميم شيك وشكله حلو، ولكن دي كانت المميزات، فانت لو المميزات دي كلها عجباك وفعلا انت بتدور على موبايل بالمواصفات دي فاقول لك روح على طول للA23. ولكن العيوب اللي ذكرناها دي من وجهه نظري كفيله تخلي فئه معينه ما تبصش للموبايل ده. اول فئه وبالتحديد الفئه اللي اغلب شغلها سوشيال ومش عارف، مع ان الموبايل ده معالج قوي يعني ممكن سوفت وير يجي يقلب الدنيا دي كلها، ولكن لو انت شخص مثلا اغلب يومك فرجه على افلام ومسلسلات وبتاع ويهمك ان الصوت ده يكون ستيريو ومش بتستخدم سماعات، فلا مش هيكون مناسب ليك، ولا برضه هيكون مناسب لشخص بيفتح ابلكيشن ينط على الثاني وبعدين الثالث ويقعد يتنقل كتير بين البرامج، مش هينفعه، لان الموضوع زي ما بقول لك بالنسبه للنسخه اللي معايا انا كان تقيل جدا جدا. فانت واحد بتتنقل من برامج كتير قوي، او شخص بيتفرج على مسلسلات كتير افلام كتير ويهمه نقطه الصوت دي بالتحديد انها تكون محيطيه، فالكلام ده مش هتلاقيه هنا. بس ده الملخص للموبايل، عايز كاميرا اشتريه، عايز تجربه العاب كويسه اشتريه، بتتصفح كتير وبتتنقل من برنامج للتاني للتالت للرابع ما تشتريهوش. بس كده تلخيصا، بص وكلام كلمتين بساط مفيش فيهم اي حاجه صعبه. بكده نكون خلصنا كلامنا عن السامسونج جالاكسي A23، اتكلمنا عن العيوب والمميزات والكلام ده كله، ووصلت معاك لنقطه اشتريه ولا لا. فما تنساش بقى في نهايه الفيديو اللايك بتاعك الجميل واشترك في القناه وانت مش مشترك عشان توصلك كل جديد اول باول، وكمان عشان ان شاء الله هنزل فيديو مقارنه بين الموبايل ده وموبايل تاني كده هتعرفوه لما الفيديو ينزل، وهو تقريبا الاثنين دول هيكونوا افضل موبايلين في فئه ال 5000 جنيه حاليا. فاتاكد بقى انك متابعني عشان يوصلك الكلام ده كله. انا عمر من قناه OB Tech واشوفكم فيديو جديد. سلام.